مرحبا. كيف الحال يا لباس؟ يا بخير. مرحبا بيك شماس، يا لباس عليك يا بخير، نطلع مباشر عايد. مرحبا بيك، مرحبا، أخرت. السلام عليكم ورحمة الله. متابعي الصفحة انتم ايش حالكم؟ ياك لباس عليكم؟ ياك الأمور طيبة؟ وياك ما ثم حد حاسب شيء؟ مرحبا بيك مسهلة. احنا رانا اليوم يوم الاثنين 18 سبتمبر. راهو من الناس شارع لانه يختار تم قالوا التاريخ، كانوا تم يعرف المداخلة اين تخلقت مع بداية الجلسة. ما قدرت نطلع ذيك عدل ذيك المداخلة مع الصباح، عييت نعدل بدي ذيك عيات تنبه الناس اني موجود، وعيات اللي نعطوا فيش من الاخبار. على كل حال محاكمة وقف الطرق شوي، ارتفعت الجلسة اللي كانوا يتكلموا مع رجل الأعمال والبوبات، وهو ما هو مصحح حتى، بالتالي ما يطولوا معاه حتى، أعطاه 20 دقيقة للراحة ولا يرجعوا له. اليوم جات السحاب كيف ما تعرفوا، وجينا القاعة الموجودة في المعدلة فيها محاكمة الفساد، الرئيس السابق والمشمولين معاه في الملف، ولحقنا المقعدات متقاطر عليهم الماء. بعدين الملاحظة الأولى بعد قاعد. واليوم تكلموا رجاجين، تكلموا المصبوع ختمه، عمل المصبوع ختمه استنطاقه، وبدأ والبوبات رجل الأعمال. يعني بدأوا مداخلة والبوبات مثيرة للجدل. واحدة طبيعة شخصيته، هو راجل كبير وتاجر، وبالتالي كلامه وتقليدي، بالتالي كلامه ملفت للانتباه. وعقب ذاك الملف اللي يسائل فيه مهم جدا، به اللي دخل في شراكة مع أحمد ولد عبد العزيز رحمة الله علينا وعليه، ودخل مولي في شراكة مع ليلى، وفهم أمور ثانية تتعلق بالرئيس هو عنده بها علاقة، بالتالي هي يتكلم عنها. لا نبدأ بولد مصبوع اللي ياك نختم به، اللي هو ما طول للأمانة. مصبوع كان يحضر لليوم الثالث قدام العدالة في اخبار استنطاقه، وكان حكما يختم. انا جيت دخلتي حكم كانوا بدؤوا، كانوا ولا متر ولا بتي من محامين الدولة هو اللي يسولوا، وقالوا انت في 2020 تخليت عن السوق وقطعة من الإبل والله بعتها لوالدك، فيما طالبت أشخاص آخرين اشتراوا تراب باسمك على أنهم يتنازلوا عن هذا. من دراية كانك تدور به بكل التراب اللي عند اللي قلت لك بعت الوالد والله تنازلت له عنها آمنة، والناس الأخرى اللي ما بينك معها علاقة تختار تنازل لك عن اللي شريت لك. كان ردوا عليه أن هذه التصريحات أنها مثلا وفق معطيات ما هي صحيحة، وهذه اللازمة كررها واللي مصبوع مؤخرا. ينطرح عليه سؤال ويقول على أنه هذا السؤال مبني على معلومات غير صحيحة، وبالتالي أنه مسجلها باط عند كاتب الضبط. وقال أنا والمحامين بيناتنا لا دليل، وقال على أنه هو تعرض لحملة كبيرة، حملة تشويه وحملة إعلامية مقصودة، وأنها ما عندها مصداقية، وعلى أنه بينه مع المحامين هو الدليل قدام المحكمة، وعلى أنه كل شيء قالوا له يقدم عليه أوراق، قدم عليه أدلة. سولوا ولا بيت ملي عن تصريحات والكركوب، قالوا والكركوب قال أن تم حكما انتزاع منه القطعتين الأرضيات بضغط من الرئيس، وهم اللي بتنا عليهم المصنع القطعتين الارضيات اللي في نواديبو. من ذاك شنو رد قال مولي هذا وفق معطيات غير صحيحه. قال انا خلصت قريب من الله ما نستمع 80 مليون قال اعتقد. قال انا دخلت فضل الدوله عن هذه القطعه الارضيه، قالوا كان اللي داخلني الشك على انها عند حد ثاني بها علاقه ما نعود حست عليها ابدا، بينما والكركوب ما دفع عنها شيء. هذا في طال. وقال راهو والكركوب قال محامي عقب قال على ان هاي المعلومات ما هي صحيحه، عقب ولا بيتهم اللي رجعوا قال له
محامي والكركوب عقب اكد على ان هاي المعلومات صحيحه. سووا له ملي قال له انت عندك شركه قالها صحراء لوجستيك وكانت تشتغل مع سنين رغم انك انت مولي موظف سنين، هذا تدافع مصالح. قالوا على ذاك ما هو دقيق مولي، جاوب عليه بانه ما هو دقيق. سووا له مولي عن صحراء لوجستيك هذه، قالوا صحراء لوجستيك سال فيها الضرائب من القيمه المضافه شيء يزيد على 9 ملايين جديده اللي هي 90 مليون. هذا قالوا المبلغ اصلا ما يحصل من القيمه المضافه على الشركه، ما هو شركه عندها ياسر نختار ونعرفوا رقم اعماله اللي تعود تستحق عليه الضرائب قيمه مضافه بالمبلغ الكبير اللي هو 90 مليون اوقيه قديمه اللي هو 9 ملايين جديده. قال له انه هو معلوماته وراس ماله ومعلوماته التجاريه كامله موجود، انه دور يعطيها للمحكمه بشكل موثق، وعلى انه يرى على ان هذا في قدر من المعلومات غير الدقه اللي يتناولوها المحامي. واختم ختام جيد بعد انه هو معتذر لعل يعود اصدار منه اي شيء، انه شاكر المحكمه اللي خلاته يتكلم قدامها بدون خوف، مكنته من حقه كمتهم، وعلى انه المعلومات اللي بيها وذاك الاخر من الوثائق اللي متعلق به ليجيبوه محامينه. واختم بشكر المحكمه وعلى انه باط مستعد لادلاء باي معلومه. واختم جو البوبات. طبعا ودم صبوع كان يتكلم في الايام الماضيه، معناها قوه تصريحاته جات سابق ذا، اليوم كان تقريبا يختم لان كان فهم بعض كلامه وفات الجلسه الماضيه عنده اللي بيت يسوي له، وبالتالي قرروا انهم يتابعوه. طيب نجوا للبوبات. والبوبات هذا تكلم اليوم، على كل حال هو احد المتهمين اللي كانوا منتظرين. بسم الله بسم الله صبور والبوبات افتح له المجال، فتحوا له القاضي وقال له انه يتفضل لياك يستمر في استنطاق المتهمين اليوم يلينوا فوق مصبوع. وجو البوبات راجل كبير لابس دراعه خضراء وجو قعد، ولين قعد قالوا محامينه طلبوا الاذن من عند القاضي في انهم لا يتكلموا، قال لهم انه يتفضلوا. قالوا له علن والبوبات عنده ظروف صحيه ما تمكنوا منه يقعد قعده طويله على المقعده، هذا من ناحيه. وفي نفس الوقت مولي على انه احباله الصوتيه اعصابه الصوتيه ما تسمح له بيتكلم ياسر من الكلام، انه كان يخضع لتدخلات طبيه وانهم طالبين على ذاك يؤخذ بعين الاعتبار خلال استنطاقه قدام المحكمه. واخذوا وثيقه طبيه مدوها احد عناصر الشرطه، وذاك مدها للقاضي. اللي مدها له قال لهم تفضلوا، ردها لهم قال لهم تفضلوا اقراوا الوثيقه. بدا محاميه يقراها، قال هذه وثيقه مترجمه. دخل وكيل الجمهوريه النيابه العامه وقال ما اعتقد انها اذا عادت وثيقه طبيه لا ضروره قراءتها على الناس اللي قد يعود فيها شيء خاص، والله فيها شيء معلومات طبيه عن الرجاج ما فرض عليها تنقرا على تسلم للمحكمه تقراها ولا تطلع عليها، قال ما فرض عليها تنقرا على الجمهور. قال القاضي اذا هذا اللي هذا قال ملاحظه جيده، ومن بعد الوثيقه ما انقرات. اشاروا لان البوبات ما يقدر يقعد ياسر من القعاد على المقعده، وانه اللي ما يقدر يتكلم ياسر من الكلام انه ما له يعود صحي، وانهم طالبين قضاء بعين الاعتبار. ايوه بدؤوا معه البوبات. قالوا القاضي انت موجهه لك مجموعه من التهم: اخفاء عائدات اجراميه، والمساهمه في التستر على ثراء غير مشروع، واعاقه سير العداله، وهذه امور يدينها قانون الفساد. قال له ماني معترف به، التهم اللي موجهه لي ماني معترف بها ولا هي ظاهره لي. قالوا القاضي حسب وثائق الملف أنا خالق قطعة أرضية في الملعب الأولمبي استاد، شريتها ليك اعطينا أخبارها. قال له والله نعلن مزاد علني وشريت قطعتين أرضيات من أرض استاد، واحدة منهم ب 305 ملايين والثانية بشوي 30 مليون زايدة شوي.
وشريتهم وتموا عندي، واحدة منهم قطعة رقم 2 وواحدة القطعة رقم 11. الله إلا خالد قال له ايوه، قال له هذه القطع ما زلت مالكها من ساعة اللي اشتريتها؟ قال له لا، واحدة منهم مالكها والثانية ماني مالكها بيدي بعتها. قال له ايش كيف ذا؟ قال له دخلت فيها في شراكة مع ليلى بنت عبد العزيز. قال له تيت نبيعها ودرت عليها رقمي وتلفنت لي هي وقالت لي انها تختار تدخل معايا فيها، تختارني نبيعها له، قلت لها ندخل فيها معاها في شراكة يعدلوا عليها مؤسسة طبية. قال لها NMC اللي هي نواكشوط ميديكال سنتر. وقال له وعقب قالوا لي يا الوقيش بذيك الشركه تقبل قرض، قالوا لي يا الوقيش انه ما هو صالح لي، انا تيفا ذاك ما هو صالح. وعلى كل حال جاني عمها سيد احمد وقلت له ايش بغيتها تشتريها من عندي؟ قلت له اني بايعها له ب 530 مليون ما فطريت منها وقيه، زالت واقطه عندي. سولوا عن البنايه اللي عليها، هي كانوا قالوا ما علمت بالبدايه، ايش كلفت؟ قال له ما علمت بها البنايه، ماني عالم باخبارها ولا هي فيدي. ايوه، قال له قطعه ما زادت لك والله ما تات لك؟ قال له انا بعتها لهم يا غير ما فاتوا جابوا لي فاضتهم استحاكموا علي، ان اعطاني الفاضه انا اكتب لهم اني بعتها لهم. فهمتوا؟ هذا بسيط. عاد هذا في شيء فعلا زين ووضح سلط الضوء على شيء من ذا غير ملي في شيء ما وضح. ورقاش الشركه هذه ان امثاله هو والبوبات، الشركه لك والتراب لك، انت داخل في شراكه شنو؟ على كل حال والبوبات هون يتكلموا بطريقه التاجر التيفاي التقليدي الموريتاني، بالتالي ياسر قاع من كلامه ما تفاصلوا. لا يتمرين يقول لك وتو دخلت انا وفلان وعقب ذيك الشركه مشات، يقول القاضي مشات شنو؟ الشركات ما يمشوا؟ مثلا حليتوا الشركه انت كنت فيها بصفتك شنو؟ كنت قال له انت مثلا هاي الشراكه اللي داخل معي لا بصفتك ايش مثلا؟ مسير للشركه مديرها شنو؟ قال له انا اللي وليتها لواحد قال له عبد الله وتشروك، قال واليتها له، قال له يتم يسيرها لي. مثلا شو من الامور اللي انت تلود له بالمعايير ما تراه عنه هو رجل اعمال ولا هو وفاهم ويدخل الشراكات الكبيره ومعدل ثروه كبيره، انا انه ما هو عبثي يا غير انت صنت الكلام وما تفهم مباشره اللي يقول شنو. دخلت انا وفلان في شركه، انت مثلا ذي الوضعيه والبوبات هاي التراب له شاريها بمزاد علني، الشركه له اللي داخل فيه مع ليلى بنت عبد العزيز، انا ما اوضح لي كمتابع يتكلم بالعجله احيانا، يتكلم بتلقائيه، يقول دخلنا شراكه وعقبت وكفت بها فلان ذاك مسير ما تعرف كانوا مسير، رقيب له هو نايب عنه ما تعرف، عاطيه وكاله بالتصرف نيابه عنه ما تعرف. مثلا الطريقه اللي يتكلم بها عجلانه شوي. ايوه لا الله المن والسلامه. وسول عن اخبار مدرسه الشرطه، اسمحوا لي هذا اكيد شيء ماهيش انه له ينقفل. مدرسه الشرطه قالوا له قال اشتريت فيها 5 نمروات، قالوا له اشتريتهم باش؟ قال اشتريتهم تقريبا 160 مليون. هو قال لا حفافه من التراب ما هي كبيره حتى، اشتريت فيها 5 نمروات وعقبت بعتهم لاحمد ولا عبد العزيز اللي كان شريك معايا في الشركه، هو حد ثاني سماه، قال له شريك ثاني كان معاهم هم 3، قال شريك ثاني معانا وقال قال ان كان معاهم شريك ثالث وانهم انه باط عقب اللي انت تنفك الشركه هو دخل معاهم هو في عده شراكات، شراكه متعلقه بالنيمرو اللي يشتري شو الملعب الاولمبي، وشراكه في التراب اللي انباعت من مدرسه الشرطه، انباعت في مزاد علني. وهذا القاضي حاول معاه انه يفهمه، حاول يفرنه شوي، يعني يقول له انت هون بوصفه كاش
والله ذي الشركه وفات به اللي حليتوها والله فككتوها والله انهيتوها والله فلست. ما فهم مصطلحات واضحه تقدر تساير منها العمل. ايوه يقول بعد ذم وله ما هو مقصود ويضحك به اللي انا اول مره نشوف فعلا رئيس سابق محمد عبد العزيز يضحك حق عنده اليوم به اللي فعلا خرب موطص به اللي يقولوا البوبات به اللي هو لا يقولوا شوفوا ذاك ظاهر لي. وانا بعد كنت شاك على هو صعب على كل حال التيفايه يعودوا يسيروا المليارات كاع يقدر يسيروهم بطريقتهم هم الخاصه اللي هو فلباتيك اللي عقب باع لاحمد ولد عبد العزيز كان فهم فيهم هو واحمد ولد عبد العزيز وواحد اخر عندهم شركه ويمثلوا شركتين واحده ايرلنديه وواحده صينيه. واذا شنو التخرميز اللي على كل حال هو قد يعود رقاش تيفاي قد يعود تاجر يقال لي انت يعدل الشركات يجيب انه يقدر يجي قدو يسيرهم وتعود امورهم واضحه. على كل حال قد تعود امورهم واضحه يقال طريقه سرده هو انا ما ساعد حتى اللي يقول شنو يقال لين تبارك رد فعلا الى اخبار دام العبد العزيز يضحك. والعبد العزيز اليوم جاي لابس دراعه خضراء وعنده بلوك نوت حمراء يكتب فيها يقال ضحكوا البوبات الطريقه اللي يتكلم بيها والطريقه اللي يقول لا تيفاي وتوب على بابو والله الطرف الاخر شي دور قاع منه لياك يعود شريك. احنا مثلا ما فهمنا ليه من عبد العزيز شريكه له هو بوصفها اش والله شركه باش تكلم هو عن قرض ليته قبضوا قال ما فهمنا القرض اللي كانوا لتمويل الشركه كانوا لتمويل العياده اللي تعقب تبتنا فوق في الشركه كان الشركه عندها انشطه اخرى تعدلها ما هي الا ذيك العياده. واللي مصبوع تكلم في قطار الكواليس تكلم عن والده قال على انه والده انه خلال مداخلة احد المحامين انه قلل من شأن عمل والده التجاري وقال والدي كان عمارته القدة اللي في القصر قال اللي فاتحة على 5 شوارع كانت مخازن له كانت له وبايعها له القدة 2002. قال عمارة العباقرة كانت مخازن الوالدي. دار يحيى والبوعماتو كانت مخازن الوالدي. دار والرقيبي فتى والرقيبي كانت مخازن الوالدي. قال انا مصاريفي الشخصيه وحدها هذا هو المصبوع 2004 مليون وقيه للشهر هي 3000 اورو. كان يتكلم باط عن انه هو ما جديد عليه الفضاء وقال على انه ثم عقد اتفاق تدريب بين جامعته وبين البنك المركزي انه 2012 انه كان موجود في البنك وانه كان قريب جدا من سياسة الصرف اللي هي الدفيز وذاك الشيء. بالتالي لان ذاك مو مالي عينه لانه اصلا كان جاي من بيئه فيها الاستثمار وفيها الفضاء. ابعط في اطار تعليقه على بعض المحامين في اطار الكواليس المصبوع ختم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي يحكم بالحق وقال على انه مرتاح للطريقه اللي سالته بها المحكمه. هذا بعض كان هو خلاصه هذا اللي قال احمد دباه يمكن العماره فاتحه على 5 شوارع العماره واخذين عليها الشوارع ويوفاو عندها الشوارع معناها فاتحه على 5 شوارع تقريبا معناها فهم شوارع تؤدي لها توفى عندها تموت فيها وهم شوارع فاتحه عليهم. ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه. هذا كان اهم تفاصيل اليوم. طبعا بعد 20 دقيقه يرجعوا حالا لمساءله البوبات. مساءله البوبات دون ستطول دور تقبل اليوم كامل. انا بما اني اخترت واعطيتكم هذا بوز لهنا لين نتخطى الشهر موعد عندي نقدر نرجع ونعود نعطيكم خلاصه اما مساء واما في الليل. الى عاد فهم سؤال سريع رغم ان الوقت حامي جدا اعطوه لي. الوقت حامي والسيركيلاسيون هم اللي متينا هون اللي هذه منطقه قصر العداله لا هي تعرفوا بما ان قاع اليوم جات السحاب وراك في عصره مانعه
ربي يحفظكم ان شاء الله. اليوم جاءوا بعض الشخصيات بينهم فيل ولله حضروا للمحاكمة. بالنسبة لمحامين الدولة ما حضروا اليوم كاملين، حضروا منهم واحدين ما هم ياسفين، ربما لأنهم كانوا يتوقعوا على نسلت ولا بتي ولا مصبوع الطول. يبا الشيخ يبا قال وخيرة الربيع منين أخبار النائب محمد بويا؟ الله يشفينا ويشفيه إن شاء الله النائب محمد بويا. أنا اليوم ما ريت أخباره يا قير. نعرف على أن هذه قلت الصحة يامس يجب أنها يتعاطى معها بما يسمح به القانون من الكشف الطبي على المريض، ومن وصول الأدوية له المناسبة، ومن حصوله على الرعاية الطبية. الله يحفظنا ويحفظ المسلمين إن شاء الله، ربنا يشفينا ويشفيه إن شاء الله. متى تتوقع أن تنتهي هذه المهزلة؟ دعرور تجونين. على كل حال أنا قاسمك تسمية المحاكمة بالمهزلة، لأني كنت قال لنا مهزلة ما نعود غطيتها، بالتالي المهزلة موقف ولا رأي من المحاكمة. على كل حال أنا المحاكمة ما نعرف أين تليتوفا يا غير ظاهر اللي على أنها عادة والشيك الاستنطاق على يوفا، الاستنطاق هذول يتربوه المرافعات، ذاك ظاهر لأنه ممهد بعد بدايات نهاية المحاكمة. البابات شنو علاقته بولد عبد العزيز؟ البابات قلت لكم التهم اللي موجهة له، تهم رسمية الموجهة له، لإخفاء عائدات إجرامية، مساهمة في التستر على ثراء غير مشروع، وإعاقة سير العدالة، وهذه تهم يدينها قانون الفساد بطبيعة الحال. لماذا رجعوه للسجن؟ هذا يمهلوا الهيبة. اسمحوا لي، قضية محمد بويا ما اطلعت على تفاصيلها اليوم اللي خلق فيها يامس، بالتالي ما نقدر نعطي فيها معلومة كونفيرمين. اللي نعرف على انه مرض وخاف شهر الطب وعدلوا له فحوص وردوه للسجن. رأي الأطباء ما نعرف شنو، في انه يرجع ولا ما يرجع. رأي السلطات ما نعرف شنو، ورأي محامين محمد بويا واللي والناس المقربة له ما رأيته، بالتالي ما نقدر نفتي فيه. قريت عنه اللي قرينا عنه كاملين في وسائل التفاعل الاجتماعي. الياء بابو هي الصلة مهزلة ومسرحية، على كل حال مسرحية تكتب بالسين استاذة عليا. هذه وجهة نظر قائمة، أنا ماني في وارد جدلها. هذه وجهة نظر تنقال على وسائل التفاعل الاجتماعي، الناس تقول هذه محكمة مسرحية وتقول هذه مهزلة، ذا ينقال. أنا ماني جاحد إنه ينقال، فأنا ما نقدر نقوله، ماني في وارد قوله، لأنه وجهة نظر ولا أنا ما ظاهرة لي أولا، والثانية ماني في وارد قولها. يطالب بإعادة البث لأن الشبكة ضعيفة عند اليوم، لم نتمكن من سماع البث. مرحبا أخيرت، شحالكم؟ ياك لاباس؟ والله مرحبا. أنا أحد المتابعين فيما يبدو يختار يسلم يقال قاع واحد حتى، أعتقد أنه عبد الله صديق قديم ومن أهل النقد. وين هي أخبار مسيء؟ أعتقد أنك تقصد الفتاة المتهمة بالإساءة للجناب النبوي مسيئة، محمد محمود إبراهيم. تكلمت ذاك نهار عن حالة المحكمة الجنائية، وفي انتظار تحديد موعد المحكمة الجنائية إن شاء الله ندور نعطيكم أخبارها. شكرا ربيع، جزاك الله خيرا لهذا المجهود. يبقى الشيخ يبقى يعطيك الصحة. كيف كان تعطي ادعاء مع رمحة والببات؟ كيف كانت تعطي الادعاء؟ ما فهمت. محمد سالم كيف كان تفاعل عزيز مع ردود والبوبات والمصبوع؟ على كل حال المصبوع كان يستمع له بجدية ويسجل بعض الكلمات، وصراحة المصبوع في ختام كلامه قال كلمات قوية جدا. قال أنا يلو كنت اللي لاهي نستفاد من السنين، والله لاهي نكلم الرئيس والله الرئيس يسعى فيها، ما قد استفدت من السنين مشروع كبير ولا قد استفدت من شيء وهمشت فيها بالعكس. قال أنا اللي يربطني بالرئيس هذه العلاقة اللي ما لنا متندمين عليها، وهذا أعتقد أنه زين عنده العبد العزيز، اللي فيه كلام قوي وفيه كلام مشجع من صهر حذا نسيبه كلام قوي واضح، في إشارة أنه هو العبد العزيز ما قدر تدخله، وعلى أنه استفاد من السنين استفادة طبيعية تتناسب مع مؤهلاته بعيدا عن استعمال النفوذ.
سولتوا عن والبوبات ضحك ولا عبد العزيز اليوم؟ عبد العزيز اليوم ضحك، انا ما قد شفته يضحك من قلبه سابق اليوم. ضحكوا الراجل، حتى بيد الراجل فعلا يضحك، طريقه كلامه وطريقه تعاطيه مع العداله. ياسر من الكلام ما يسمعوه، ونين يتكلم كلام وتوفته فايع على بابه. شريت كذا وبعنا كذا وعد شركه وفات، شركه مشات. يقول قاضي الشركه ما تمشي، شركه اما تفلس واما تنقفل، تخلوا عنها لا، ولا ينسحبوا بعض شركائها، عندها وضعيات قانونيه معروفه. شكرا على المعطيات اللي تعودنا عليها مع البساطه وطريقه التوصيل، شكرا جزيلا. خليهن مدنا فاضل محمد. ايوه انت شو وسيت مع الحمى، ما شاء الله يعطيكم الصحه، بدعواتكم وباستعمال الدواء وبشوي من الراحه الحمد لله تجاوزت موضوع الحمى الحمد لله. لا اللي عندك السفر كان متعب، المرثى مع الناموس مع اشراب الماء البارد في الحمان، كليماتيزيرش من الروايات انا فعلا تعب. تبعد مانك عليا بدو، انت مانك مقفل، تعرف عنها ما هي محاكمه عادله. استاذ علياء وجميع الاخوه الكرام، انا ماني في واردي تقييم المحاكمه، انا في واردي نقلها وتو حكمي انا عليها، ندور نجبر له مساحات نقولوا فيها، ما بالضروره يعود هاي المباشر، ولا فتعت نقدر نحكم عليها، ولا ظاهر اللي فات عاد بدي احكم عليها لان ما فات قاعد بالورد. على كل حال جميع بعد المتهمين ما فاتوا صدروا وجهه نظر واضحه، موقف من المحكمه. على كل حال وجهه النظر في انها مهزله، والله هذا متاح لكل حد يقولوه، ينقال قاع على فيسبوك ولا سر. انا بعد ماني متبنيه ولست في وارد قوله، وجهه نظري في المحكمه ما حق اني ندور نجبر مساحه نقولها فيها لاني غطيتها كامله حكما. قال تعال يا بابو تمر بعد الولد عبد العزيز. فاطمه يسلموا والله اسم. شكرا ربي يعيدهم على التفاصيل، الله يوفقنا ويوفقك، شكرا جزيلا. محمد احمد ابراهيم واخرت الصحفي المتميز، يشفينا ويشفيك يا رب، يعطيك الصحه، شكرا جزيلا. سيدي محمد عبد الصمد، هل ما زالت شخصيه عبد العزيز قويه؟ اعتقد انه معنوياته مرتفعه، على الاقل بعد اللي شفته انا اليوم معنوياته مرتفعه، وثق المعلومات، حاضر جميع المتهمين مركز معاهم، واعتقد ان هذا مؤشر جيد على ارتفاع المعنويات. محمد عبد الصمد اوكي. اذا ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه، شكرا جزيلا. لكن كان يتكلم الصحفي الربيع اليدومو، الصحفي اللي غطي محاكمه الرئيس السابق محمد عبد العزيز والمشمول معاه في ملف قصر العداله هون في كابيتال، وعيت اللي نغطي مواضيع حقوقيه وقضائيه ثانيه، وعيت نتكلم في قضايا تهم الراي العام. ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه، والى لقاء جديد.